سلام هلا والله بالجميع. في هذا الفيديو راح نشوف مقاطع انستغرامية سواء كانت مضحكة ولا غريبة ولا صادمة، راح نشوفها مع بعض. فقبل ما نبدأ، إذا كنت جديد على القناة لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. خلينا نوصل هذه القناة 50,000 مشترك. أيضا إذا عجبكم هذا الفيديو تنشرونا على وسائل التواصل الاجتماعي أو في جروبات الواتساب. ما أبغى أطول عليكم أكثر من كذا، خلونا نبدأ. أوكي بسم الله نبدأ. يو شوفوا مسك الكمبيوتر رماه. ايش السالفة هنا؟ شوف واضح ان هذا الطالب واللي امامه استاذ او بروفيسور. اوه اعطى امه بوكس اللابتوب او الكمبيوتر. شوف واضح ان هذا الطالب اول يوم له في الدراسة وما عنده خلق في الدراسة، كذا جاي على الصباح يعني طلع امه في الفصل. احس ان اهله جايبينه غصبا عنه. شوفوا كيف شال امه. خلاص هجده، ما يمدى يتحرك، ما يمدى يسوي شيء. والله رفع امه كذا بسهوله كأنه ماسك له طفل. شوفوا من البدايه المقاطع ما تمزح. شوف هذا هو. مره ماسكه مثبته. اوكي المقطع الثاني عاد واضح ان هذا الفيديو راح يكون حشيش في حشيش. وايش جوكم؟ والله حشيشهم صح. Yes, mom? العاب ناريه. لا اوه لا تمزح. شوف ايش اوه. اوكي هذا جالس يعني يتمرن في، اتوقع هذه رياضة الملاكمة عشان يتفادى الضربات ولا كمان. والله كذا التمرينات الصح. يو محمد علي ما سواها. اوه بس صراحة ايش ذا؟ ايش اللي اكله؟ اوكي هذا تقريبا على شكل دونات، بس واضح ان هذا الشخص ما يمزح من المصنع المستهلك. عندنا هنا ساحر او لاعب خفة، 3 لون احمر. شوفوا يا اما اذا كان من الساحر او غباء من هذا الشخص. شوفوا رسموا دائرة على الشخص اللي يضرب في الطبل. ارتدت في وجهه. شوفوا الاعادة كيف. شوفوا ذا الشخص اللي وراء المشكلة الفيديو او المقطع مو واضح. شوفوا كيف بتجي في وجهه. يا والله مسكين. أوه. اوه وش وضع الفيديو ذا؟ اللي يا هنيب والله الفيديو رهيب. واضح ان الفيديو حشيش في حشيش. هذول الاوروبيين والله يعني الشيء اللي يشربونه في الصباح يعني ما يمزح. بعيد. شوفوا كذا نهاية المخدرات والحشيش. دافن رجله في التراب وجالس يتحرك. اما عاد كذا اللاعب. وجه امه هذا اللي يجمع الكور. على انه ما صار شيء يعطاكم ذي الوضعيه. اوه والله راسه جبهته. شوف وش ذنب الولد ذا، صقع في الجدار. شوف واضح ان هذا اول يوم له في الجيم او في النادي. شوفوا هذا الشخص الثاني يمثلني اذا يعني جيت انام وتذكرت اني في شيء ضروري اسويه ما سويته. هذا اذا جيت العب لعبه وخسرت في اللعبه كذا، يعني بعض الناس كذا جوهم. اوكي شوفوا الشرطيين وراه او على يد اليمين، فهو واضح انه مسوي شيء قامط. ما اعرف كيف ياكل. من الخوف ما عرف ياكل.
من خوف من الشرطة نسى ياكل. نسى كيف ياكل، مو نسى ياكل. هذا واضح انه متأثر في بروسلي وجاكي شان. اوكي خلاص يعني واضح انها يعني ما راح تنكسر. جاب واحدة ثانية اوكي. ما ادري، احس ان المقطع كل ما يطول يصير اكثر مضحك، يصير اكثر ضحك. شوفوا كل شوي يطول المقطع. واضح ان الولد عازم انه يكسر العصا. العصا حالة في يمين انه ما ينكسر. يو عصب الولد. خلاص عصب الولد. اوه يقطع الفن. شوفوا كذا الفن كذا الصح. والله رهيب، هنيك والله رهيب. خرش امه. شوفوا كيف نط، والله نطه بنت كلب. شوفت امه، شوفت نهاية اللي سووا مقالب كذا. والله ما ادخل. شوف عارفين ان في شيء غريب كمان داخلين. والله والله ما ادخل. لو ايش، لو اطلع 100 درجة. على الاقل البنت دي سوت شيء جالس تسوته، اما الثانية جالس تصارخ. هذول واضح انهم عجايز. اوكي هدف. يا وش ادوار امه ذي الصرخة. شوفوا الصرخة وش وضع امها. من الخوف يعني قام يرقص والله من الخوف. هذا راح يعني يحاول انه يثق في الاشخاص اللي وراه، راح يطيح على ظهره. والله ما اسويها لو ايه. شوف واضح انه ما يثق فيها، ماشي كذا طاح من الامام. اوه والله شوف والله برد. واضح ان المويه متجمده. خف علينا يا سوبرمان. كيف الحشيش تمام؟ واضح ان الحشيش تمام. راح يحاول الحين يحركه. صدقوني هذا الشخص مو صاحي، مرة مو صاحي، يتعاطى شيء. لحظة ايش صاير؟ ايش اللي صاير؟ شوفوا كيف اول كانت رسمة بيت مع ولد، الحين ثعبان. اوكي هذا الشخص جالس يتأمل. يقطع الفن. نبي على شكل ثعابين او ورود او تبع الDNA. واضح ان هذا الشخص متأثر في الافلام والاكشن، متأثر في افلام الاكشن يعني. متأثر في جاكي شان وشلته. بعدين يعني وش اللي استفدت من الموضوع؟ راح يطق راس الاحمر. حشيشكم والله حشيش صح. يوه لا يغركم المظهر، والله جابه مع انه شيء سمين. كمان نط على راسه. كيف ابغى اعرف الحين راسه كيف اتحمل كل هذا الوزن. السيارة وراك، السيارة وراك.
والله خرش امه خرشه بنت كلب. وبس هذا كان كل ما عندي، اتمنى ان يكون الفيديو نال على اعجابكم واستمتعتوا فيه ضحكتوا فيه. فاذا اعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا توصلوا هذه القناه 50,000 مشترك، فلا تنسى اللايك والاشتراك تفعيل جرس التنبيهات، واللي ما شاف الفيديوهات السابقه يشوفها. راح اشوفكم في المقطع الجاي ودمتم في امان الله.